رجل كيشتغل من قلب وينطبق عليه الرجل المناسب في المكان المناسب. هشام الدكيك طبعا المتوج مع المنتخب الوطني بكأس افريقيا للامم لكرة القدم داخل القاعة في نسختها يعني للمرة الثالثة، ونحن نتابع ملخص المباراة النهائية بين المنتخب الوطني ومنتخب أنغولا، والتي انتهت بفوز الأسود ب5 أهداف لهدف واحد. المنتخب الوطني افتتح التسجيل عن طريق اللاعب سفيان بوريت في الدقيقة السادسة، عدل بعد دقيقة عن الهدف ديال المنتخب الوطني عدل منتخب أنغولا عن طريق اللاعب أديريتو، ثم سجل إدريس الرئيس فني الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة. سفيان مسرار أضاف الهدف الثالث في الدقيقة السابعة عشرة. خلال الشوط الثاني ضيع اللاعب شعراوي ضربة جزاء للمنتخب الوطني قبل أن يضيف أنس العيان الهدف الرابع، ثم بلال البقالي يختتم الحصة بهدف خامس. نتيجة في هذه المباراة النهائية سي يوسف المزرعي تعكس سيطرة المنتخب الوطني على هذه المباراة وعلى هذه النسخة ككل، يعني إذا تابعنا مسار المنتخب الوطني من أول مباراة حتى هذه المباراة. الحمد لله، فكيف قلت يا أختيان بأنه النتيجة كتعكس السيطرة ديال المنتخب الوطني على المباراة، خصوصا أنه في الشوط الثاني كيف سبق وقلنا في التحليل ديال الشوط الأول، قلنا بأنه بعد لي كوريكسيون اللي غيكونوا والكلام اللي غيكون مع المدرب مع اللاعبين، فانه الشوط الثاني غادي نشوفوا منتخب وطني اخر مغاير، وداك الشيء اللي كان فاش الشوط الثاني بان المنتخب الوطني سيطر كليا على المقابله، سجل هدفين وما استقبل حتى شي هدف، هذا هو المهم، وضيع جوج ديال الضربات الترجيحيه ديال 10 الامتار. والحمد لله هنا كتبان انه اللاعبين عندهم واحد الثقه في المدرب، انه فاش دخلوا هضر معاهم دابا في الفيسير كنشوفوا الفرق ما بين انه فريق كان اداء متذبذب في الشوط الاول، بانه فريق كيعاود يرجع للمستوى